الفوز السادس لبرشلونة على التوالي، وهاي المرة كان على حساب فياريال وعلى أرضه بين جمهوره بنتيجة 5-1. هانز فليك اللي بدأ بتطبيق مبدأ المداورة بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات استطاع بخبرته تجاوز تأثير هزيمة موناكو بدوري الأبطال، وهذا أمر مهم جدا لأن حقيقة كان في تخوف من انعكاس الخسارة بدوري الأبطال على أداء الفريق بالدوري، ولكن هانز فليك وبخطوة جريئة تحسب له دخل لقاء فياريال بأسماء جديدة. والحقيقة أنه تطبيق مبدأ المداورة وإشراك أسماء جديدة كأساسيين أمام فياريال هو بلا شك ضربة معلم من هانز فليك، لأنه بغض النظر عن هدف إراحة اللاعبين فدخول أسماء جديدة كأساسيين بيعطي معنويات جديدة للفريق وبعيد روح التنافس بين اللاعبين، لأن الجميع بيعرف لما اللاعب بيكون مطمئن أنه حيلعب كأساسي ممكن هذا الأمر يؤدي لنوع من التراخي كونه ضامن مكانه بالتشكيل الأساسي. لذلك فتطبيق مبدأ المداورة راح يخلي اللاعب يشوف أنه في غيره عم يلعب بشكل جيد، وبالتالي بيرجع التنافس بين اللاعبين لحجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق، وهذا الأمر بالتأكيد غير أنه عادل فهو راح ينعكس إيجابا على أي فريق عنده مواهب كتير مثل برشلونة. من أبرز مكاسب المباراة بالنسبة لبرشلونة هو اللاعب الموهوب بابلو توري العائد من الإعارة من نادي جيرونا، نزل بالتشكيل الأساسي لبرشلونة وقدم أداء ممتاز وسجل الهدف الثالث وصنع الهدف الثاني لبرشلونة بطريقة رائعة، وبالتالي بابلو توري ورقة جديدة ممكن يستفيد منها هانز فليك بهذا الموسم الطويل. طبعا أول شيء بدي أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام وأهلنا بالأراضي العربية المحتلة، ندعي لهم أن رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. وأكيد صديقي ضروري أذكرك بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع الفوز الساحق لبرشلونة على فياريال بالأسبوع السادس للليغا الإسبانية. هاي المرة هانز فليك قرر يبدأ اللقاء بخطة 4-3-3. بتعرفوا أنه كان هانز فليك سابقا دائما يعتمد على خطة 4-2-3-1، ولكنه هالمرة حب يبدأ بخطة 4-3-3 مع تغيير كبير بالتشكيل الأساسي للفريق، بحيث لعب سيرجي دومينيغيز كقلب دفاع بجوار مارتينيز، كظهير أيسر لعب جيرارد مارتن بدل بالدي مع الاحتفاظ بكوندي على اليمين. بخط الوسط لعب إيريك غارسيا كلاعب محور وبجواره كل من بابلو توري على اليمين وبيدري على اليسار، بينما خط الهجوم ما كان في أي تغيير وضم نفس الأسماء لامين يامال ليفاندوسكي رافينيا. وللأمانة في النتيجة الرقمية للمباراة ما بتعكس حقيقة فياريال اللي كان ند لبرشلونة بأغلب المراحل وسجل 3 أهداف تم إلغاء جميعا بداعي التسلل. برشلونة بدأ المباراة بنوع من الحذر والهدوء، وهذا شيء متوقع كون نصف التشكيلة تقريبا بتضم أسماء جديدة مع الاعتماد بشكل كبير بخط الدفاع على مصيدة التسلل اللي كانت كفيلة بإيقاف خطر فياريال. ليفاندوسكي افتتح التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من بابلو توري وضعت ليفا أمام المرمى، ليرجع ليفا ويسجل الهدف الثاني بعد ربع ساعة بعد ما استفاد من كرة عرضية ارتدت من حارس فياريال ليتابعها ليفا بوضعية صعبة ويسجل الهدف الثاني لبرشلونة. ولكن فياريال تمكن بعد 3 دقائق من كسر مصيدة التسلل وتسجيل هدفه الوحيد عن طريق بيريز بمرمى تير شتيغن. وللأسف تير شتيغن خرج من الملعب مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قاسية جدا بالركبة بعد ارتقائه للإمساك بكرة ثابتة، والتقارير الطبية الأولية بتأكد أنه تير شتيغن حيغيب لمدة 8 شهور، وهذا بيعني نهاية الموسم بالنسبة للحارس الألماني. مع بداية الشوط الثاني سجل المتألق بابلو توري هدف فريقه الثالث من تسديده من على حدود منطقة الجزاء، ليقوم بعد هانز فليك بإدخال كل من كوبارسي وكاسادو وباو فيكتور اللي ساهموا بعودة الفاعلية والضغط العالي اللي كان يؤديه برشلونة بالمباريات السابقة، وليسجل رافينيا الهدف الرابع من عرضية باو فيكتور. وبالدقيقة 83 ختم رافينيا بأجمل أهداف المباراة بعد تمريرة رائعة جدا من لامين يامال لعبها مقوسة بقدمه اليسرى من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، سجل منها رافينيا 5 أهداف المباراة. هذا كان كل شيء لليوم، شاركونا بتعليقاتكم كيف شفتوا عودة برشلونة بعد خسارة موناكو ورأيكم بالمداورة اللي قام فيها هانز فليك بين اللاعبين. بدي أرجع أذكر حضراتكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.